والله الواحد فخور ان دي صناعة محلي، السويت شيرت صناعة محلي، التي شيرت، البنطلون، حتى الشراب كمان صناعة محلي 100%. مصر يا جماعة بتعمل شغل نظيف جدا 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 واحسن من المستورد، واسعاره احسن من المستورد. كده انا لابس التلاتة اكس لارج. يا ترى انت بتحب تلبس الحاجة تبقى واسعة شوية زي، ولا بتحب تلبسها تايت زي الموديل اللي فات دبل اكس لارج؟ تعالى بقى نشوف الالوان التانية من التريننج سوت. لبسنا الازرق برضو 3 اكس لارج. انا عرفت معلومه مهمه جدا جدا، ان انت ممكن تشتري السويت شيرت لوحده، التي شيرت لوحده، او البنطلون لوحده، او تاخدهم كلهم كطقم، تطقم زي ما انت حابب. الالوان كلها قدامنا اسود، ازرق، كحلي، ونبيتي، وكل واحد فيه البنطلون بيكون مختلف. كلوز بقى ولا انا اللي كلوز؟ تمام. طيب انا مش عارف يعني اخد الكحلي ولا اخد لون تاني، واخد دبل اكس ولا اخد 3 اكس؟ تعالى كده نجرب سوا ونشوف ايه المناسب. طيب قبل ما نجرب سوا، بس هو الجيب ده بتاع ايه؟ يعني بيتحط فيه مثلا فلوس، بيتحط فيه كريدت كارد، بيتحط فيه مفاتيح؟ وبعدين انا خدت بالي برضو ان السويت شيرت فيه جيوب بسوست، والبناطيل كمان فيها جيوب بسوست. ما شاء الله. بتاخد الموبايل، هات موبايلك كده. طب ده زي الفل اهو، الموبايل ساقط خالص. كمان هنقفل السوست. وبعدين في ميزة هايلة في البنطلون، ان هو في جيب جانبي للمحفظة. تعالوا بقى نجرب المقاسات كده سوا والالوان. يعني الشباب عمالين يقنعوني بالنبيتي، انا بصراحة اخترت الاسود من قبل ما اقيس النبيتي. انا حاسس ان انا لابس بدلة فرح، يعني مش ترنج بتاع تمرين. طيب اخر لون عندنا هو النبيتي. الشباب بيحاولوا يقنعوني بيه بس انا رافض تماما. انا خدت الاسود، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات رايكم اخد ايه تاني. انا كده كده ناوي اخد اتنين، وده وهو مقفول. فاحنا كده معانا اسود، كحلي، ازرق، نبيتي. انا خدت الاسود، قولوا لي اخد انهي واحد من الثلاثه التانيين. باختصار الترنج عندنا بينزل باكتر من مقاس، من اول لارج لحد 5 اكس لارج، وبينزل باربع الوان مختلفه: نبيتي، اسود، ازرق، وكمان كحلي. تقدر تشتري البنطلون لوحده والسويت شيرت لوحده، او الاتنين مع بعض، وتقدر تطقم عليهم تي شيرت قطن او بوليستر. الترنج عليه سياسه استبدال واسترجاع لمده 90 يوم. اشتري من عندنا وانت مطمئن، احنا فخورين بالصناعه المحلي.